بمكونين بس هنعمل أكواب موس المانجا الكريمي للناس اللي ما بتحبش الحلويات المسكرة وبتحب الحلويات الخفيفة، وكمان سهلة وسريعة في تحضيرها، مش هتاخد وقت خالص في المطبخ. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. في بولة هنزل بنص كوباية من المية المغلية، هنزل عليها بباكت من جيلي المانجا وهقلبه لحد ما يدوب تماما في المية المغلية. بعد كده هنزل عليه بنص كوباية تانية من المية الفترة، يعني مية عادية من الحنفية، ونخلي بالنا مش هنزود اكتر من كوباية المية دي علشان انا عايزة الجيلي تقيل معايا. بعد بقى ما نزلت بالمية الفترة اديهم كده تقليبة مع بعض وهسيب بقى الجيلي ده على جنب. نروح بقى نعمل الكريمة بتاعتنا. نزلت بباكت من الكريم شانتيه، هنزل عليه بكوباية من الحليب، ويفضل ان الحليب طبعا يكون ساقع علشان الكريمة تدي معانا قوام حلو. اديتها كده تقليبة الاول بالمضرب من غير ما اشغله، علشان لما اشغله البودر بتاع الكريم شانتيه ما يبهدلش الدنيا معايا. بعد كده شغلت المضرب الكهربائي لحد ما الكريمة وصلت معايا للقوام ده. نزلت عليها بالجيلي اللي احنا عملناه وقلبتهم مع بعض كده بالمضرب لحد ما امتزجوا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونزلت عليهم بمانجاية متقطعة قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واديتهم تقليبة. بدأت بقى اصبهم في الاكواب او الاطباق اللي انا هقدم فيها، وبعد كده هدخلهم التلاجة. هياخدوا معايا يعني من 3 ل4 ساعات علشان يجمدوا، ولو سبتهم لتاني يوم هيدوني قوام وطعم احلى كمان. بعد كده بقى خرجتهم من التلاجة وزينتهم بقطع المانجا بالشكل ده وبس كده. كمان ياريت تخلي قطع المانجا او التزيين ده يكون قبل الاكل على طول، عشان لو حطيت قطع المانجا كده في التلاجة ممكن ان هي تنشف معانا. وبس كده، ده قوامها بجد لذيذة قوي ومنعشة. متأكدة ان انتوا لما تجربوها هتعجبكم جدا. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.